قرية جبلية بالأطلس المتوسط ساكنتها تقدر بأكثر من 28 ألف نسمة تنتظر خدمات طبيب واحد، وعندما يطيل الغياب تظل الساكنة القباب تعيش وضعا كارثيا ينضاف إلى نقص الخدمات المقدمة بهذا الخصوص لقاطني الجماعة. أنا كان نجي ندوز على الطبيب وكنمشي للخنيفرة وكان نجي هنا وكان شنو عندك؟ عندي شي حاجة في الراس كيضروني الحلاقة. الفرام اللي ما تيعطيو لا دواء لا والو، الكراط ديال الدواء كيبقاو حتى تيترمى حتى كيتبريما وكيترمى، وهذا الشيء كلهم راه كلشي فقراء، حتى واحد ما عنده باش يشري الدواء. وبدافع الفضول يطرح التساؤل أكثر عن أدوار المؤسسة الوصية بخنيفرة في ظل الانعدام المستمر لآليات وأدوات العلاج وإمداد المرافق الصحية بالأطر الكافية لضمان العلاج للأسر المعوزة. المشكل اللي كان هو الخصاص ديال الطاقم الطبي، وانا طبيب وحدي، وكاين الفرام اللي عاوتاني كاين مشكل ديال الممرضين حتى هما كاين خصاص، وكاين الامراض المزمنه كثيره مخصص لهم واحد النهار هو نهار الخميس، لان تيكون عندي الناس كثار بزاف. جميع الحالات تيجونا ديال الولادات، خصوصا تيجونا حالات في متاخره غالبا لان الطريق بعيده ولا وسيله النقل ما عندنا. اكثر من 300 مريض ومريضه يتوجهون في اليوم الى المركز الصحي القباب للعلاج وللحصول المجاني على الدواء، لكن خدمات طبيب واحد لا تكفي، مما تجد معها ساكنه المنطقه نفسها امام وضعيه خطيره لا تستجيب الى مطالبهم في غياب تام لسياره الاسعاف. عندنا الخصص في الفيكول او سياره الاسعاف ما عندنا باش نستطيعوا نلحقوا دوك الدواوير اللي هي معزوله. وبعد الانتهاء من انجاز الروبورتاج فوجئنا بوصول سياره الاسعاف قادمه من مندوبيه الصحه بخنيفره تحت مبرر ان الجماعه حصلت اخيرا على سائق لسياره الاسعاف. سيارة الإسعاف متوجدة متوفرة، هي كتشوفوها سيارة إسعاف من نوع جيد جديدة، ولكن السائق حنا وزارة الصحة حاليا ما عندناش شي سائق اللي تولى السياقة ديالها. الجماعة كتفتقد لواحد السبيطار يعني مستشفى، كاين عندنا واحد المستوصف صغير، ولكن هذه الجماعة ديال القباب راها يعني ثلاثة د الجماعات بلا القباب، بلا الجماعة القباب، كاينه الجماعة ديال يتسعدلي، جماعة كروشن، الجماعة السيحية وسعد، كلها كتجي للقباب. وتبقى جماعة القباب إحدى الجماعات الجبلية التي تفتقد إلى الدعم والعناية، خاصة في فصل البرد والتساقطات الثلجية، وسيارات الإسعاف تتقاسمها الجماعة والمركز الصحي لتقديم الخدمات الطبية وسط جبال الأطلس المتوسط.